إن من نظر في تفاوت الناس اليوم في هممهم وأعمالهم وفي مقدار علومهم وثقافاتهم علم أن اهتمام أحدهم بالوقت له تأثير كبير فيما يكون في حياته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه أمته أن أعمارهم قصيرة، فهي أقصر من أعمار الأمم السابقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. فما دام أن هذه الأعمار قصيرة فينبغي على المرء أن يستثمرها فيما يعمر دنياه وفيما يرفعه في آخرته. ولقد ذكر الله جل وعلا تحسر أقوام يوم القيامة، فأحدهم يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يعني يا ليتني استثمرت عمري الذي مر بي في الدنيا لأجل أن أعمر حياتي التي تكون في الآخرة. وليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله تعالى فيها. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على استثمار الوقت وعلى استثمار العمر، وألا يذهب العمر على الإنسان سدى. ومع الأسف ذكرت كثير من الدراسات اليوم أن 70% من وقت الإنسان يذهب في أمور فارغة لا فائدة منها، وأن 15% من وقته يذهب في أمور فيها مجاملات، وأنه لا يكاد يستفيد استفادة حقيقية سواء لأمر دنياه أو أمر دينه إلا من هذا المتبقي وهو قليل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بوقتك، فقال عن عمره فيما أفناه.